السلام عليكم. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في قناة وصفات أمي الغالية. نتمنى تكونوا في صحة جيدة. اليوم إن شاء الله نشارك معكم سلطان المايدة الجزائرية، مقروط الكوشة. وبزاف منكم اللي يخاف من هذا الوصفة وما تنجحش معكم، ما عليكم غير تتبعوني في جميع الخطوات والأسرار باش تنجح معكم الوصفة من أول تجربة. وطبعا إذا عجبتكم الوصفة تاع نهار اليوم ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على الجرس حتى يوصلكم ان شاء الله كل جديد من وصفاتي. على بركة الله نبداو في الوصفة نتاعنا. اذا نحتاجو 3 كيلات سميد متوسط، والكيلة اللي كيلت بها ترفد 300 غرام. واذا كنتم مبتدئين ولا ما جربتوش هذا الوصفة من قبل، ننصحكم تكيلو بكيلة صغيرة، يعني تقدروا تكيلو حتى بالكاس باش ديروا كمية قليلة وتتحكموا فيها وتنجحوا في الوصفة نتاعكم من اول تجربة. وفي كل كيلة راح نحط مغرفة صغيرة ممسوحة تاع الملح باش المقروط نتاعكم ما يجيكمش صامت ومسوس. هنا كما راكم تشاهدوا عندنا سمن الوالدة بذوق الزبدة اللي حيعطينا واحد البنة بزاف هايلة للمقروط نتاعنا. نذوبها وناخذوا الكيلة اللي كيلت بها السميد كما راكم تشاهدوا البنات، ما نعمرهاش مليح، نقص منها مقدار 2 أصابع ونكمل نعمرها بالزيت، نعمروها مليح مليح. وهنا نبدا نبس السميد نتاعي هكذا كيما راكم تشوفوا. شوفوا البنات، هنا السميد نخلطوه كيما نقولوا بكف اليد باش يتبسس مليح مليح من 10 دقائق الى 15 دقيقه، وانا نبسس في السميد نتاعي حتى يتشمخ. تحسوا هذاك السميد تاعكم يطلق بالماء ويتبدل اللون تاعو. عندما تلحقوا لهذه المرحله تعرفوا باللي السميد تاعكم تبسس تري تري بيان. شوفوا البنات السميد تاعي مشمخ، اون شمختو بالماء، تحسوه كامل مشمخ. وباش تعرفوا السميد تاعكم خذا حقه في التبساس ديروا هذه الكويره في يدكم وكيما تتفتج تعرفوا السميد تاعكم خذا حقه في التبساس. هنا نجمعوا بهذه الطريقه، نغطيه بكيس بلاستيكي غذائي ونخليه يرتاح ساعه كامله. هذا الخطوه تحبوا ديروها في الليل تخلوه يبات، وفي الغدوه من ذاك تكملوا باقي التفاصيل. وبالنسبه ليا فين ما نحبش نخليه يبات، يعني نبسو ونطيبو في نهار واحد. نرجعوا للسميد تاعنا بعد ما خليته يرتاح ساعه كامله ونحلو بهذه الطريقه. وعندي خليط تاع الماء مع ما زهر، نزيدو بالتدريج، يعني نزيدو غير بشويه حتى نشمخو العجينه تاعنا. وكميه الماء تبقى على حسب نوعيه السميد اللي خدمتو به. على بالكم كاين زوج انواع، سميد يتشرب وسميد ما يتشربش. اذا السميد اللي خدمتو به ما يتشربش يعني ما تحتاجوش بزاف تاع الماء، واذا السميد اللي خدمتو به يشرب راح تحتاجو كميه مليحه تاع الماء. بالنسبه ليا السميد اللي خدمت به يشرب، كما راكم تشوفوا ندير كامل هذه الكميه. والسميد تاعي في هذه اللحظات تشمخ تري تري بيان. نغطيه بكيس بلاستيكي غذائي ونخليه مده 30 دقيقه ونرجع ليه. وهذا الكاس البنات كما راكم تشوفوا يرفد 250 مليلتر، وكما شفتوني درت كامل الكميه اللي فيه تاع الخليط تاع الماء والمزهر. نجمع العجينه تاعي بهذه الطريقه ونغطيها بكيس بلاستيكي غذائي ونخليها ترتاح مده 30 دقيقه، ونعاود نرجع العجينه تاعي بعد مرور 30 دقيقه. هنا شوفوا البنات، شوفوا السميد تاعي كما قلت لكم شرب كامل هذيك الكميه تاع الماء. نحل العجينه تاعي بهذه الطريقه باطراف الاصابع هكذا كما راكم تشوفوا. نعاود نجيب نفس الكاس وندير فيه خليط تاع الماء مع ما زهر ونكمل نشمخ به العجينه تاعي هكذا. في كل مره نزيد شويه. وما تعجنوش العجينه تاعكم البنات، خلطوا غير هكذا بيدكم يعني باطراف الاصابع. ونكمل نزيد في الماء مع مسار وما تكملوش الكامل هذه الكميه. شوفوا البنات انا هنا بقى لي مقدار نص كاس وما نكملوش. كما راكم تشوفوا العجينه تاعي خذت حقها تاع الماء مع مسار. بعد ما وجدت العجينه تاعي نحطوها على جنب ونبدا نوجد معكم الغرس اللي هو معجون التمر. الكميه على حسب الكميه اللي تحبوا ديروها. نديروا 2 مغارف كبار تاع جلجلان محمص، ومغرفه كبيره تاع السمن، ومغرفه صغيره تاع القرفه، وتقدروا تزيدوا القرنفل. وهنا البنات كما راكم تشوفوا الغرس تاعنا يابس، نبدا نشمخ فيه بالمزهر. في كل مره نزيد له شويه تاع المزهر ونعجنه مليح مليح حتى نتحصلوا على عجينه طريه. شوفوا هنا بعد ما عجنته يولي يتلاصق في اليدين. وانا ندير شويه تاع الزيت في يدي ونبدا نشكله بهذه الطريقه، يعني نوجدوه ونحطوه على جنب.
بعد ما وجدت الغرس نولي العجينه، انا نوجدها حربوش ونبدا ندور هكذا بيدي غير شويه ماشي بزاف باش ما تتفتتش معاكم، ونديروا حفره في الوسط ونحطوا الغرس نتاعنا ونضغط عليه ونجمعوا العجينه تاعنا. ونكمل كامل الكميه بنفس الخطوات، يعني نوجدهم كامل على مره. بعد ما وجدتهم نقسمهم في الوسط، وهنا نبدا نشكل معكم المقروط. نبدا ندور هنا، كي تدوروا اضغطوا شويه على العجينه تاعكم باش ما يخرجش منها الغرس. من المستحسن ما تدوروش بزاف، يعني تمشيو غير هكذا بيدكم. نجيبوا الطابع تاعنا نواسي به العجينه باش نعطي لها شكل متساوي، ونضغطوا شويه ماشي بزاف باش السمك يجي متوسط، يعني ما يجيش رقيق بزاف ولا خشين بزاف. نجيبوا الكوبات ولا الموس ونبدا نقسم في الحبات. ونرفدوه بكل سهولة. شوفوا الحبات اللي تحصلنا عليهم بسمك متوسط، والغرس جا في الوسط، والحبة بزاف شابة ومفينية. ونكمل كامل الكمية بنفس الطريقة. وهنا بعد ما كملت نحطه في الصينية بهذه الطريقة ونغطيه بكيس بلاستيكي غذائي ونخليه يرتاح ساعة كاملة. وهنا البنات كيما راكم تشوفوا بعد ما خليته ارتاح ساعة كاملة. في هذه اللحظات الفرن تاعي سخون، سخنته مسبقا. نطيبوه في 180 درجة. الصينية نحطها في الوسط، الفرن نشعله من الأسفل، نطيبه نحمره من التحت ونطفيله من التحت ونهبط الصينية. شوفوا البنات الصينية كيفاش هبطها للتحت، شعلت له من الفوق ونحمره بلون ذهبي. وهنا كما راكم تشاهدوا بعد ما طاب المقروط نحيته من الفرن وخليته حتى برد تماما. بعد ما برد عسلته في عسيلة الوالدة وخففتها بشوية تاع المزهر. كما قلت لكم البنات هاد العسيلة طبيعية 100% وفيها نكهة طبيعية. نعسلو دايما في آخر مرحلة، يعني في المرحلة اللي حنقدمو فيها. وهنا قسمت معكم حبة كما راكم تشوفوا جا ما شاء الله يذوب في الفم. إذا كانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. نتمنى من كل قلبي تجربوها، لأنه هذه الوصفة والله تستاهل أنكم تجربوها، ناجحة 100% من أول تجربة، ومستحيل تجربوها بنفس الطريقة وما تنجحش معكم. وما بقى لي غير نقول لكم واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، في أمان الله.